أهلا بكم مشاهدينا في جولة رياضية سريعة، نبدأ بأخبار الميركاتو الأوروبي والعربي، وإليكم أبرز العناوين. تصرف مثير من جيوكريس ضد لشبونة، والسبب حلم اللعب مع أرسنال. المهاجم السويدي يثير الجدل بسلوك مفاجئ على أرضية الملعب وسط أنباء عن مفاوضات متقدمة مع المدفعجية. ريال مدريد يتفوق على برشلونة ويخطف تنظيم نهائي كأس العالم 2030. المعركة خارج المستطيل الأخضر تنتهي لصالح النادي الملكي، والفيفا يمنح الريال شرف احتضان النهائي المنتظر. الهلال لا يتوقف، 3 صفقات جديدة قادمة بعد ضم هرنانديز. إدارة الزعيم تتحرك بقوة لتعزيز صفوف الفريق قبل بداية الموسم الجديد. الجزيري يحسم موقفه من الرحيل عن الزمالك. مهاجم الفريق الأبيض يضع حداً للشائعات برسالة واضحة للإدارة والجماهير. الهلال، باريس سان جيرمان وتشيلسي الأفضل في مونديال الأندية 2025. الفيفا يعلن التشكيلة المثالية للبطولة وتفوق واضح للفرق الثلاثة. الأهلي المصري يرفض طلب نجمه، والسبب الزمالك. قرار إداري يحبط رغبة أحد اللاعبين وسط أجواء من التوتر قبل بداية الموسم. ريال مدريد يرمم دفاعه بضم نجم ليفربول بعد أخطاء كارثية كلفته كأس العالم للأندية. صفقة مرتقبة تهدف لسد الثغرات الدفاعية في كتيبة أنشيلوتي. مودريتش يمنح القميص رقم 10 لزميله ويودع ريال مدريد برسالة مؤثرة. الأسطورة الكرواتية يسدل الستار على مسيرته مع الملكي ويخاطب الجماهير بكلمات حزينة. جمهور برشلونة وريال مدريد يتحمس لمواجهة غريبة من نوعها، ملاكمة بين راموس وبيكيه. الفكرة تنتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل، فهل تصبح واقعاً؟ النصر السعودي يخطف صفقة من قلب برشلونة ويتفوق على الأهلي. صفقة مفاجئة تهز سوق الانتقالات، والتفاصيل خلال الساعات المقبلة. ثيو هرنانديز يتحدث عن طموحه مع الهلال ويوجه رسالة خاصة للجماهير. النجم الفرنسي يكشف أهدافه المستقبلية بعد انتقاله رسمياً إلى الدوري السعودي. تير شتيغن يعقد وضع برشلونة في الميركاتو الصيفي. تقارير تؤكد تمسك الحارس الألماني بمطالبه، ما قد يعرقل التعاقدات الجديدة. كانت هذه أبرز الأخبار من ملاعب العالم. مزيد من التفاصيل والتحليلات تجدونها في نشراتنا القادمة. ابقوا معنا وإلى اللقاء.